انا سالتك سؤال، يا انت عارف الدليل وتديني له كويس، ويا ما تقعد تسالني سؤال ثاني اللي هي الحركه بتاعت الناس اللي بيتهربوا. معلش يعني على الكلام ده، لانك انت يعني كترتها معايا شديد. يعني انا سؤالي معين، انا سالتك سؤال ما قلت لك جاي اناقشك ولا جاي هناك، فده نتناقش يعني نقاش، وهناك ده نقاش ده براو كويس. انت داير تتناقش معي انا يعني هنا، انا سؤالي معين، سالتك سؤال يا انت عارف يا ما عارف، عشان نوري الناس دي كلها كده ده. طيب المسألة وضحت. إذا من الليلة يا شباب أمسكوا كويس، أي زول بيقول القرآن محرف كافر، الكلام ده أمسكوا فيه كويس عشان ما في زوغة ثاني منه لقدام. أنت قلت أبراك صح؟ زول بيقول القرآن محرف كافر. طيب أما بالنسبة لسؤالك، قلت المنافقين القتلوا عثمان بن عفان، ده المنافقين ولا ما منافقين؟ الدليل الحديث اللي ذكرته لك به في سنن الترمذي، سيدة عائشة قالت لعثمان بن عفان: إن الله مغمسك غميصا فإن أرادك المنافقون أن تخلعوا فلا تخلعوا. ده المنافقين والمنافقين. موضوع انتهى. بعدين قال في صحابة كانوا قاعدين وحصلت فتنة وهم اللي قتلوا. كذاب كذاب، ما في صحابي واحد شارك في مقتل عثمان. الدليل قال ابن عباس دخل على الخوارج، والحديث صحيح البخاري، قال: دخلت عليهم بعدما استأذنت من علي رضي الله عنه وأرضاه. استأذن من علي ذاته، من علي، استأذن من علي ودخل على الخوارج. قال: فقلت لهم: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهم أعلم بالقرآن منكم وليس فيهم منكم أحد. قال ابن تيمية بناء على هذا الكلام، قال: ولم يشارك في مقتل عثمان صحابي واحد. تطلع ولا شو؟ راجع كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على جماعة الشيعة. ألف ابن تيمية كتاب من 5 مجلدات في الرد على الروافض، الناس اللي بيطعنوا في الصحابة. ما في صحابي واحد، كان معاهم واحد محمد بن ابي بكر بن الصديق، ولما دخل على عثمان بن عفان ومسكوا من لحيته وعظوا عثمان، قال له: لو رآك ابوك. فرجع محمد بن ابي بكر رضي الله عنه وارضاه. ما شارك في مقتل عثمان. الشارك في مقتل عثمان شرذمة من أوباش القبائل، رأسهم الموت الأسود عبد الله بن سبأ اليهودي، وحكيم بن جبلة من قبائل السكن اليمنية، والأشتر بن مالك النخعي من العراق، وكنانة بن بشر بن عتابة الجيبي من مصر، والقافقي بن حرب العكي من العراق. ديل القادة بتاع مقتل عثمان بن عفان، وقتلوا كنانة من مصر، ده من أوباش القبائل، وضربوا القافق بن حرب من العراق، وديل كلهم ما فيهم صحابي واحد ولا واحد شهد له بخير. تلعب ولا شو؟ تلعب تطعن في الصحابة انت تطعن في الصحابة؟ يجي ولا في صحابة كان لافين حواليه انت ما عارف حاجة. يا أخي لما تم مقتل عثمان بن عفان الصحابة معظمهم كانوا في الحج، معظم الصحابة كانوا في الحج، ولما دخلوا عليه الخوارج جاء علي بن أبي طالب وأرسل أبنائه حسنا وحسينا، وجاء الزبير وجاء طلحة بن عبيد الله التيمي، كلهم شايلين سيوف. عثمان بن عفان قال لهم: ما دار يدافع عني. دين الصحابة جو دافع عن عثمان بن عفان، حتى قال للعبيد والموالي القاعدين جوا في القصر بتاعه: أي واحد منهم طلع سيفه دار يقاتل عن عثمان، قال: من أغمد سيفه فهو حر. زول دافع عنه ما في، قال لهم: ما دافع عني. انت تقول لي الصحابة شاركوا في مقتل عثمان ولا قتلوه؟ انت بتلعب ولا شو؟ انت الكلام ده جبته من وين؟ عشان كده قبل انا قلت لك الشيعة، انت بكون كلامك ده جبته من الشيعة، الشيعة كذابين. فهم الكلام ده؟ الشيعة كذابين. ابن تيمية قال في كتاب الفرقان: والشيعة أكذب خلق الله. ده تعرف أكثر ناس كذابين في وجه الأرض الشيعة، أكذب ناس. وأنا بستغرب زول داير يطلع الصحابة كالتالين وسفاكين، وفي رمدانين بيصفقوا له. أنا بقول رمدانين، اسمحوا لي، وأكثر من رمدانين، بل أجمد من رمدانين ذاته. يا أخي ده صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يا النبي عليه الصلاة والسلام مع جلال القدر يقول: لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفه. تسب الصحابة؟ زول يتكلم ويطعن في الصحابة وفي ناس بيصفقوا له. أنا ما أعرف إلا بيكونوا شيوعيين دول، اللي بيصفقوا له إلا الشيوعيين. لكن زول في قلبه غير على الإسلام وفي قلبه غير على الدين
وعلى الصحابة كلهم. ما ممكن يقف مع الناس اللي قتلوا عثمان ويصفق يقول ده الصحابة. ما في صحابي بيستحيل الدماء بالطريقة دي يا أخي. صحابي يستحيل دم عثمان بن عفان والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على البير يقول دخل عليه أبو بكر قال بشره بالجنة، دخل عليه عمر قال بشره بالجنة، دخل عليه عثمان قال بشره بالجنة مع بلوى تصيبه، وستر النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقيه، كان كاشف ساقيه. فقيل له لما؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان بن عفان تستحي منه الملائكة، يجي دول ينسب يقول الصحابة يشيلوا سيفهم ويقتلوا عثمان. ما في صحابي بيعمل عملية زي دي يا أخي. يا أخي الرسول يستحي منه. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن عثمان، قال له عثمان كيف؟ قال أسأل عن رجل يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين، في السماء اسمه ذا النورين، تتكلم فيه أنت؟ وأنا أعرف الطعن يا شباب كويس وأعرف الموضوع ده ماشي لوين، لكن إحنا ده نقطع دابره من الأول، نقطع دابره عشان ما في جاي يتسلط على الصحابة ولا يطعن فيهم. أعرف المعلومة دي كويس. طيب فاضل كم من الأذان؟ طيب يا اخوانا فرصة بس ضيقة، فرصة ضيقة. أنا داير الناس اللي بيصفقوا قبيل دينا، معلش الناس الكويسين ديل أنا ما أخليهم، داير الناس اللي بيصفقوا لهم. أيوه أنت ما أظن إنك بيصفقوا لي، لكن بس معلش 3 دقائق عشان الأذان قرب، لو في ده كلامك كثير يعني. السلام عليكم. انت واقف من هنا من جبال تكفر في الناس وتعمل في حاجات كده غريبه يعني بصراحه. ده كله مهما واقف جاي في كليتنا وبتتكلم وبعدك شتمنا رمضاني. Who the hell are you؟ انا بطالبك حسي باعتذار زي طلبة كلية تنطيق جامعة الخرطوم اللي كشفت الطلب. ما دارين نحن ما دارين والله عايزين والله ما دارين أنا ما داري. قاعد أنت تجيني بعدين أقول. طيب كلية الطب دارين اعتذار؟ ما عايزين ما في حاجة يا أخي، معلش ما تزعل أنت، خليك ريلاكس. ها؟ You have to be quiet. Don't be nervous. Don't be so anxious. You have to put yourself in a cool mood of mind in order not to talk about anyone like this way. Don't try to put yourself in such a state. Huh? Be quiet, be relaxed in order to talk with you and to negotiate with you in a calm way. And in the next time, inshallah, you are going to have many things and you are going to hear many words about you and your lives. And all those people who talk about the companions of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And all the people who talk about the followers or the precious followers of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, this is their end. This is their result. They have to be under our shoes. They have to be on the earth. They should be killed. They should be crucifixed. They should be destroyed completely from the earth because they talked about the precious people, those who followed Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. You have to go now. Clear out. Disappear. Wipe out. You understand? Wipe out as quickly as possible, and I don't want to hear this face again. Don't put yourself like this. Okay. طيب انت عليها بالانجليزي ويقولك يا استاذ كانك انت فهمت حاجه، انت ما فهمت شيء. انت ما فهمت شيء. صار السنه ده مشوا بعيد جدا يا اخي. صار وصلنا مرحله بعيده يا اخي. بالانجليزي بنخش معاك، بالفرنسي بنخش معاك، تعريش بنخش معاك، جيب حاجه ثانيه بنخش معاك. ما تزعل ساي، ما تتضايق. انا بتكلم عن الناس اراذل زول بيسيب الصحابه ده، انا عندي ما عنده قيمه. عنده قيمه يا طلبه؟ يلا شوف شغلتك. نعتذر كمان. نحن كلية الطب في عيوننا والطلبة في راسنا وفي عيوننا. أي زول بيحترم الصحابة بنشيله في راسنا فوق، وأي زول بيسبهم هنا عندنا في الوسط كله. أخوانا الأخ ده المهم
يعني من القصص التي يعني عندها سند وشهود، انه يعني في شباب اصحابنا بيتناقشوا يعني في الدين، جا قال لهم انتوا لسه مصدقين الوهم بتاعت الرسل الانبياء دي؟ نفس الزول كان ما مصدق، كان نحن كذابين، تعال قول نحن كذابين، لكن عندنا شهود. لا ما يجينا، نحن ما دارين جايه ثاني، نحن على كده ورينا الناس الحاصل، وان شاء الله مناظرنا ماشيه اعلم تماما. اي زول بيطعن في الصحابه ولا بيلعب في الدين نحن بنوريه تمام ذله. ربنا قال ذلون، ربنا قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. اي زول بيلعب بالدين يزلنا يا زول، تتزلى والله تتزلى لما تعرف حاجه، ونحن ما عندنا سلطه نميد يدنا على دول، بس نصارصونا بنتكلم. we just talk with our mouths ها we just talk, but if we have the right to touch with our hands we are going to kill and crucifix and do many things. نحن لو عندنا الحق انه نميد يدنا بننظم تمام والنظام بنعرفه، لكن ده ما من حقنا، احنا من حقنا نتكلم وندافع عن الاطهار الكرماء الافاضل خير الناس بعد الانبياء اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا نزال ندافع عنهم ما دامت عيننا تطرف وما دام فينا دم جار، ندافع عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. عجبك ولا ما عجبك، زعلت ولا ما زعلت، نحن ما عندنا معاك قضيه، وزي ما قلت انت تهل لا يزول دار يجي يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله يطعن فيهم، تهل لهم كلهم. فهمت المعلومه دي؟ نكتفي نحن بهذا القدر ونلتقي في منابرنا الاخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.